هنكمل كلامنا عن أسطورة جديدة من أساطير زراعة الشعر، أسطورة كثافة الشعر. العميل الشاطر هو اللي يقدر يفرق مين الدكتور الشاطر، والدكتور الشاطر هو اللي قادر يكون صادق مع كل عميل بيجيله، ويقدر ينقل له خبرته وأمانته وتوقعاته من عملية زراعة الشعر. علشان زراعة الشعر مشروع زي أي مشروع في الدنيا ليه رأس مال، ورأس المال دايما محدود، والشاطر هو اللي بيقدر يوظف رأس ماله بشكل صحيح ومدروس. رأس مال زراعة الشعر هي المنطقة المنحة، وكل ما كانت مساحة الصلع كبيرة كل ما استهلكت رصيد كبير من رأس مال المشروع. علشان كده كل ما كان الصلع كبير كل ما كانت المنطقة اللي هتتزرع لازم تكون صغيرة، والمنطقة اللي هتتزرع مش كبيرة، لكن المهارة انك ترسم بالمنطقة الصغيرة لوحة فنية مناسبة وجميلة، لأن زراعة الشعر فن محتاج قدر عالي من المهارة والإبداع، والفنان الحقيقي هو اللي بيقدر يطلع الإبداع من العدم. لكن الفنان في النهاية مش ساحر ولا عنده القدرة إنه يخلق شعر جديد ويستخدمه، لأن رأس مال كل شخص مختلفة عن التاني، ومنطقة الصلع اللي هي بتستهلك رأس المال مختلفة بين الأفراد. ومن هنا نقدر نفهم ليه زراعة محمد صلاح كانت مبهرة، وزراعة تامر حسني كانت منطقية، وزراعة كابتن إبراهيم حسن ممتازة بالنسبة لحدود قدرات منطقته المنحة ومساحة منطقة الصلع.